أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحم الله موتانا وموتاكم، وبقاء لله دائما وأبدا، وفناء للعباد آجلا أم عاجلا. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الليلة الطيبة المباركة يسعدنا أن نجتمع معا على مائدة القرآن الكريم في تكريم الراحلة الكريمة شقيقة السيد صاحب الفضيلة، فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمد السيد ضيف. وقد شرفنا بالحضور السادة الأعلام من قارئ القرآن الكريم على مستوى العالم الأجمع. فقد شرفنا بالحضور فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمد أحمد شبيب، وفضيلة القارئ الإذاعي الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وفضيلة القارئ الإذاعي الشيخ أحمد أبو المعاطي، والسادة القراء الأعلام منهم فضيلة القارئ الشيخ محمد السعيد الرفاعي، والقارئ الشيخ أحمد حامد السلكاوي، والقارئ الشيخ حسن البرعي، والشيخ أحمد إبراهيم شعبان، والشيخ السيد شعبان، والشيخ مصطفى أبو المعاطي، والشيخ شريف صبري، ومعلم القراءات القارئ الشيخ منصور الوصيفي، والشيخ عبد المعطي إسماعيل. وإن شاء الله بعد قليل سنسعد وحضور فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. إخوة الإيمان والإسلام، وسريعا نبدأ مع رسالة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما نبهنا على أنفسنا أننا عند سماع النبي صلى الله عليه وسلم اسمه نصلي عليه. فقد ورد أن سيدنا موسى عليه السلام لما عطش ذات يوم قال: يا رب فما بال عطش يوم القيامة؟ فقال ربنا تبارك وتعالى: يا موسى أتحب أن أصرف عنك عطش يوم القيامة؟ قال: نعم يا رب. قال: إذن يا محمد فأكثر من الصلاة على محمد. إذن يا موسى فأكثر من الصلاة على محمد. فاللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. والآن وخير بداية والقرآن الكريم وفضيلة القارئ العالمي القارئ الإذاعي الكبير الشيخ أستاذنا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، وإن شاء الله بعد لحظات الشيخ حلمي الجمل إن شاء الله. فضل فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة
فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الله يفتح عليك. ايه الاداء الرفيع ده؟ والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون اهلا استاذنا. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
لسه كمان يا عم الشيخ محمد، لسه كمان، لسه محمد، الشيخ محمد شريف ايه؟ لسه استر الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والله ملك، والله ملك القراء كده. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يا سيدنا، يا سيدنا، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. كده يا عم كده. ايه اللي دايس فجار الحلو ده؟ الله أكبر. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ما يجيبش الغالي الا الغالي. ابو ضيف قلب الغالي يا علي. بيبيع لحمة ده بيبيع لحمة. بيبيع لحمة. قلب الغالي يا علي. ثم خلقنا النطفة علقة يا واد يا محمد. فخلقنا العلقة مضغة ايه الاداء الراقي ده؟ بلد القرآن يا مولانا.
فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. والله العظيم انت بركه. ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا
اذكروا الله. لا إله إلا الله. حاضر. بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. يا ولا يا سيدنا. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ايه الاداء الراقي ده؟ وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر. حاج فاطمه الله يرحمه في الجنه. الله يرحمك يا حاج فاطمه. يا بختهم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. كروان كروان بيغرد. الله الله. وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر. وأنزلنا من السماء ماء بقدر. كده يا عم. بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. ما شاء الله. يا شيخ محمد الله يعطيك الصحه والعافيه ويخليك لنا. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. صدق الله العظيم. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمد أحمد شبيب حفظكم الله لنا معلما عظيما وأبا رحيما وقدوة نقتدي بها ونسير على هداها وجعلكم من المؤمنين اللهم أمين.